السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في التورتاية دي؟ عملت النهاردة احلى تورتاية من غير لا عجن ولا بيض ولا زيت ولا لبن ولا اي حاجة. عملناها بطريقة. عايزين تعرفوا ايه هي الطريقة؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض اسهل تورتاية ممكن تفكري فيها. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت خالص، من غير بقى ايه لا لبن ولا بيض ولا زبادي ولا عجن ولا اي حاجة من دي. بطريقة سهلة جدا جدا جدا، وهتطلع احلى من التورتات الجاهزة اللي احنا بنشتريها بارقام عالية جدا وارقام فلكية يعني. طيب، مقاديرنا عبارة عن ايه؟ مقاديرنا بسيطة قوي، عبارة عن الكيكة اللي بنجيبها للولاد، اللي هي البواكي دي، الهوز والحاجات ديت. هنجيب علبة، هنفضيها بالشكل ده كده، هنفتح ايه الكيكات وهنفضيها بالشكل ده كده. سهلة قوي بقى، بس تجيبي نوع ايه يكون حلو. تمام حبايبي. كان عندي برضو ايه قالب كده ايه سوسرول في التلاجة، برضو ايه قطعته. اي كيكات عندك، ممكن كيكايه عندك بايته من قبلها بيوم وحاسه ان الولاد ممكن ما ياكلوهاش، قطعيها قطع كده وهتنفع معانا. مش مفيش حاجه هتترمي، بس هتبقى احلى تورتايه. تمام حبايبي. طيب هنعملها ازاي بقى؟ هقول لكم هنعملها ازاي. هنسمي الله الاول كده ونصلي على الرسول، وهنجيب كده ايه طاجن او صينيه او اي حاجه ممكن ايه نعمل فيها التورتايه. طيب هنعملها كده على طول؟ لا، لازم نغلف الصينيه بتاعتنا او القالب بتاعنا بستريتش راب. تمام كده حبايبي، غلفنا الصينيه بتاعتنا بالاستريتش راب. هنبتدي بقى نرصص الكيكات بتاعتنا دي بالشكل ده كده. هنرصصها كده ايه جنب بعض. تمام. شايفين؟ يبقى كده. كده خلصنا، يعتبر بروزنا الصينية بتاعتنا. في قطعتين فاضوا هننزل بيهم ايه في القاع كده. تمام. بس كده. ناخد بقى الكيكات ايه السوسرول بتاعنا. مش لازم سوسرول، لا، كيكه العاديه. لو انت عامله كيكه في البيت ومثلا بايته عندك او في كيكه موجوده، تاخدي ايه قطعه كده وتحطيها. تمام كده. بالشكل ده كده. هنبتدي نعمل بقى الكريم شانتيه بتاعنا، نشوف هنحطه ازاي. عايزين بقى نعمل الكريم شانتيه بتاعنا، هيبقى كوبايه كريم شانتيه وكوبايه لبن متلجه. الكريمه لو معلهاش سكر بتضيفي ايه معلقتين سكر، لو عليها سكر مش هتحطي حاجه. تمام حبايبي. هننزل بكوبايه اللبن، وهننزل بكوبايه الكريمه، وهنضربها ايه بالمضرب بتاعنا. كده حبايبي هننزل بالكريمه بتاعتنا بالشكل ده. بصوا الجمال بقى. عندك بقى شويه مكسرات، عندك
شويه فول سوداني، اي حاجه من هذا القبيل. عندي شويه عين جمل كده، نبتدي نحطهم في وسط التورتايه بتاعتنا. شغل كده ايه فاخر من الاخر، شغل عالي. تمام حبايبي. بس كده. هننزل بقى بباقي الكيكات بالشكل ده كده. ننزل بشوية كريمة تانيين. نغطيها بقى ايه كلها. كده خلصنا التورته بتاعتنا. هنشيلها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة، وهقول لكم الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. دلوقتي حبايبي هنعمل صوص الشوكولاتة اللي احنا هنزين بيه التورته. هننزل بكوباية لبن، لازم تكوني موحدة الكوبايات. بصوا الكوباية بتاعتي اللي انا بستعملها اللي هي دي. هننزل بنص كوباية سكر، نفس الكوباية، وهنضربهم مع بعض. ننزل عليهم بمعلقتين كاكاو خام، كاكاو من غير سكر، وهنضربهم برضو مع بعض. بعدين هننزل بنص كوباية زيت، يكون زيت نضيف، ما يكونش ليه لا ريحة ولا طعم. بسم الله. نص كوباية زيت. لو ضربنا المكونات دي كلها وحسينا ان الصوص خفيف شوية، هنزود ايه معلقتين 3 زيت. كده الصوص بتاعنا بقى 10/10، بس احنا زودنا الزيت كده. المكونات بتاعت صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه عبارة عن كوباية لبن، كوباية زيت، نص كوباية سكر، معلقتين كاكاو خام. احنا حطينا كوباية زيت بحالها، نص في الأول ونص زودناه عشان كان الصوص خفيف. تمام حبايبي. هنفضيه بقى في بولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الصوص قوامه عامل ازاي. بصوا القوام بتاعه جميل، هو ده القوام المظبوط. كده صوص الشوكولاتة بتاعنا جاهز. هنشوف بقى الخطوة اللي جاية هتكون ايه. دلوقتي حبايبي احنا سيبنا التورتايه بتاعتنا في التلاجة نص ساعة عشان تتماسك ايه مع بعضها. هنبتدي بقى نقلبها في الصينية بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ايه رأيكم حبايبي بقى في الجمال ده؟ احلى تورتايه بأقل تكاليف. عملنا احلى تورتايه اقتصادية، من غير لا عجن ولا بيض ولا زيت ولا سمنة ولا دقيق ولا الكلام ده. طب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ هننزل بقى باقي الكريمة بتاعتنا، رغم ان هي شكلها حلو قوي كده بس لا هتبقى احلى. وهنوزعها على التورتايه بالشكل ده. كده خلصنا الكريمة بتاعتنا. هننزل بقى بالصوص بتاعنا، صوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه. دلعيها بقى بصوص الشوكولاتة. عندك بقى اي فاكهة ممكن نزينها بيها. ممكن ايه، عنب، كريز، اناناس، مانجا، اي فاكهة عندك تزينيها بيها. ايه رأيكم حبايبي بقى؟ احلى تورتايه عملتها مع احلى متابعين من غير اي تكلفة، حاجات كلها بسيطة. لو حبيت اجيب التورتايه دي مش اقل من 500 جنيه، دي ما كلفتناش 100 جنيه او اقل من 100 جنيه كمان، كتير يعني. حاجة كده ايه طلع تحفة، عملناها باقل التكلفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ندوق بقى. ايه رأيكم حبايبي بقى؟ احلى تورتايه مع احلى متابعين، ما شاء الله طالعة حكاية. حبايبي جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا وهتوفروا كتير. ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.